فيما كانت الأنظار تتجه نحو الأدوار النهائية لكل من بطولتي الرجال والأنيسات لكرة السلة، وبينما كانت الاستعدادات تتصاعد مع اقتراب الموعد المنتظر، فجأة تختلف المسارات وتستجد القرارات. اتخاذ قرار اليوم انه رح يصير في تأجيل للتجمع النهائي للرجال والسيدات اللي كان مفروض يبلش نحن بعد بكره، ولكن الظروف اللي عم تعيشها محافظة حلب اقل ما هنالك انه نحن نقوم بخطوة ايجابية انه نوقف هي الدوري شوي. بيكون المنتخب خلص مشاركة للرجال واعطينا فسحة كبيرة للأندية كمان. الأندية معظم لاعبينا من الطالبات اللي في عندهم امتحانات انتقالية او امتحانات شهادات ان كان تاسع او بكالوريا. تأجيل لم يكن بالحسبان خصوصا للمدربين بعدما وصلوا بفريقهم إلى الذروة في الجاهزية البدنية والفنية، أو التوقف سوف يعيدهم إلى البدء بمرحلة إعداد جديد، ولكن للضرورة أحكام، لا سيما إذا ما استثمرت تلك الفترة بنشاط تنافسي خارجي. وإن شاء الله رح يكون التأجيل لا يقل عن 40 إلى 50 يوم لحتى تكون كل الأندية على استعداد كامل لهالمشاركة هي، وراح تكون فترة منيحة لحلب خاصة انه تخلص الرزنامة تبعيتها لحتى تحسن في المشاركة في الأدوار النهائية. رب ضارة نافعة، والتأجيل قد يكون سببا في إطالة فترة اهتمام الأندية بكرة السلة والاستمرار بالتمارين المنتظمة لفريقها على الأقل، ناهيك عن ضرورة إعطاء الفرصة لكسب مشاركة قوية كبيرة وفاعلة، وسبق أن أثبتت فاعليتها واسمها سلة الشهباء. طبعا نحن محافظة حلب كثير بتهمنا تكون في المشاركة النهائية، لأنه عم يكون إلى نكهة كثير وعم تعطي إيجابية كثير وعم تعطي مستوى فني كثير، وهذا اللي لاحظناه نحن من خلال مشاركة أندية حلب في التجمع النهائي اللي صار للناشئين وللناشئات، وكثير كانت المشاركة فنيا قوية كثير، وهذا تجلى أنه طلعوا أول ثاني بالنسبة للناشئين من محافظة حلب. الصورة الجميلة لسلة الشهباء في نهائيات الناشئين والناشئات الأخيرة يصعب نسيانها، ونأمل أن تتكرر في نهائيات بطولتي الرجال والآنسات، وأن تجد مكانا لكوادرها الفنية في المنتخبات الجديدة أيضا.